لويد أحقر ما أنجبت البشرية، مثال للعلية الحية، حلمه إنه يعيش أعيش حياة أتمتع بها، أشتري لي جزيرة بعيد لا وأعيش فيها وحيد، حواليا جبال فلوس أتمرغ فيها. اللي في جيبه مش ليه، لا حرفيا ده بتاع الشعب. شكله يقطع الخميرة بالبيت وهو بيضحك أو بيعيط أو غضبان. بص بصراحة هو شكله ابن كل حالاته. طب مين لويد ده؟ مع اني ما اعتقدش ان في مغفل مش عارفه، بس خليني احكي لك. ده واحد الدنيا دايسه على وشه في العالم بتاعه، وبطريقه ما دخل الروايه اللي كان بيقراها، روايه الفارس الحديدي، ودخل في جسم اسوأ شخصيه واللي هي المفروض تموت بدري. ومن هنا بتبدا رحلته في النجاه من مصيره المشؤوم ومن خطر الافلاس عشان عيلته كانت على الحديده. بس المختلف هنا ان ما عندوش اي ذره ضمير، كلب فلوس، سمسار جهنم، مستعد يعمل عقد مع الشيطان نفسه عشان الفلوس. اوكي هو عمل كده فعلا. لو دخلت معاه شراكه تلاقي نفسك بايع كليتك، لو قريت العقد تاني هتكتشف انك مضيت على كل فتله في الباس. عبقري في كل حاجه لدرجه انه بيكتب العقد وبعدها يتفاوض والطرف التاني يفتكر انه كسب ويقول له يلا نكتب العقد. ساعتها لويد بيطلع العقد اللي كان كاتبه، يلا امضي هنا بس خلينا ناخد كل فلوسك. عنده كل الارواح مقدسه، لا مش عشان طيب ولا عشان محمد صلاح، عشان شايف ان كل الارواح يستحقوا يشتغلوا عنده عبيد. تحت منه القرويين المساكين والفلاحين اسف لاخواتنا في الشرقيه، وحتى جيش اللاموتى وجيش الوحوش والتنانين. مفيش حد في المنى دي الا لما اشتغل عنده او استغله. نسب على الملكه وملك التنانين وابو ملك التنانين، وحتى ملك الجحيم ما فلتش منه، واعترف بمهاراته وكان عاوز يعينه ولي عهد الجحيم. الكل عنده موظف، الفاجر ده لو شاف لايت او ال هيخلوهم يشتغلوا عنده سكرتيره. يعني الذكاء زي الدهاء زي القذاره بيساوي لويد. اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير. كوكتيل خطير. اللي عاجبني في المانهة ديت الكوميديا اللي فيها، وبالاخص اللي ما بين لويد وخفير. كل ما واحده تيجي تشوف خفير تفتكره هو الكونت عشان موسين فشخ، ولما بيشوفوا لويد بيفتكروه الفارس بتاعه ويقولوا له اجري هات شاي بوش امك العسر ده. طول المنهى ذل وتريقه وبتر في مشاعر الواد، حتى النظام ما رحمهوش. وسط الذل ده كله الكاتب كان قلب ابيض، وفي الاخر جوزه الملكه وخلف منها. اوبس حرقت لك، انا اسف. ايه الناس بتحبه رغم ان خنزير بشري زيك بالظبط لو لسه ما حطيتش اشتراك، عشان عنده مزيج من الكاريزما والكوميديا والجديه، مستعد يضحي بحياته عشان الناس. وشفنا ده كتير في المنهى، رغم انه حقير بس مثابر وعنده ضمير ومبدأ. اوكي ما عندوش ضمير، عنده مبدأ بس. نظرا ان في حد من اهلي دخل عليا وانا بسجل، فاضطريت اسجله على الشوطين، وافتكرني مجنون او او بحضر عفاريت. محدش فيهم بيتابع انمي.